فاجعة جديدة للجالية اليمنية في نيويورك. برضو امبارح في واحد اسمه عبدول صالح الله يرحمه، بيشتغل بالدلي تبع العيلة تبعتهم، وبالليل اجى حدا وصارت بينه وبينه كلام ومشادة انتهت بانه الشخص الثاني اطلق عليه النار، هو توفى وفي شخص ثاني اصيب، والشخص اللي عمل الجريمة هرب من الحادث. العملية هاي صارت في منطقة إيست فيليج في منهاتن، والمحل هو بيشتغل فيه وجاي جديد من إجازة من بلاده. وهذا المرحوم الله يرحمه كان قبل فترة عملوا معه لقاء تلفزيوني وحكى عن مشكلة السرقة الكبيرة اللي بتصير عندهم. ولما المذيعة حكت له انه في عندك انت الالارم اللي بتكبسه عشان الشرطة تيجي، قال هذا الالارم على الفاضي، لانه الشرطه بتقعد لها ساعتين ثلاث لحد ما يشرفوا. وطبعا اي واحد بيشتغل بالمناطق السيئه بيعرف انه هذا الشيء هو اللي بصير. الشرطه عندهم مشاكل كثير، ما عندهم مش وقت، في مصايب اكثر من قدرتهم، ومرات بقول لك لا خليني اروح بعد ما المشكله تنتهي، برضو حفاظا على حياتهم هم ومن الكربشن اللي موجود في المناطق السيئة برضو. فيعني العملية أنت ما بتعرف شو بدك تعمل. هو أنت إذا لا سمح الله حملت سلاح وطخيته عندك مشكلة، إذا تركته عندك مشكلة، إذا حكيت مع الشرطة عندك مشكلة، يعني مصيبة. والله يكون بعون الجالية العربية والناس اللي بتشتغل بالمناطق السيئة وهاي الأنواع من البزنس، وخاصة الجالية اليمنية اللي فقدت كثير من أعضائها هاي السنة. سبحان الله، الله يرحم الجميع وإن شاء الله ما يجيب مكروه. وبليز دير بالك على حالك، انتبه لا تخلي موضوع سرقة ياخذ حياتك. رياض الوادي، بليز ريبوست شير لايك اند كومنت، وتسلموا.